مشاهدينا، يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك وحلقة جديدة من برنامج ضيف خفيف، بس هالمرة حلقتنا راح تكون غير. تعالوا معنا. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. أنا سولياز من مؤسسة ندم الإعلامية، راح أكون ضيفتك من برنامج ضيف خفيف. أهلا وسهلا، تفضلي. مرحبا، كيفك؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. أنا سولياز من مؤسسة ندم الإعلامية، أنا ضيفتك من برنامج ضيف خفيف، حابة أتعرف عليكي وتحكي لنا عن حالك شوي. أهلا وسهلا. أنا دينيز، عمري 14، صف 9 وبدرس. دينيز، مثل ما عرفنا انه انت كنتي مريضة بالسرطان، الحمد لله هلا وضعك احسن. حابة تحكي لي انه فترة مرضك كيف كانت من وقت ما عرفتي انك مرضانة لوقت العلاج؟ أول شيء اكتشفت مرضي ب 2016. طبعا أكيد أول شيء كان الأوضاع صعبة. كنا بكردستان، اكتشفنا المرض ورجعنا على القامشي مشان نروح على الشام. أخذت 4 جرعات لتصغر الكتلة اللي كانت موجودة عندي بالكلية اليمنى، وعملتوا عملية، وبعدين أخذت جرعات لمدة سنة كاملة، وبعدين فحوصات كل 4 أو 6 شهور. دينيز، الحمد لله على السلامة والحمد لله انك شفيتي. عرفت انه انت كتير متفوقة بدراستك، وعدا انك متفوقة وناجحة انت عندك عدة مواهب مثل الرسم والعزف على الجيتار. ايه، بلشت اتعلم جيتار من الصف السابع، انه حسيت انه كل ما انزعج هيك ارتاح لما انه اعزف على الجيتار، واكتشفت انه عندي موهبة كمان بالرسم. هذا الشيء طبعا من زمان، موهبة الجيتار من الصف الثالث عم برسم، وهلا طبعا اكيد طور رسمي اكثر من قبل. وكمان بحب التصوير، احب اصور الطبيعة والورود. دينيز، أنا اليوم ضيفتك، شو بدك تطبخي لي؟ أول شي 100 أهلا وسهلا. إيش ما تحب يعني بطبخ لك. أنا أمي طبعا مندي، سلطة، كبة، أوزي، إيش ما بدك. تمام، يسلموا حبيبتي. يسلم يديكي انتي والماما، تجهيز الفطور عليكم والغراض علينا، وشكرا لكم استقبلتونا. كتير فرحت بشوفتك وإن شاء الله منه للأعلى. مرحبا عمو، كيفك؟ هلا الحمد لله، الله يسلمك. عمو، لازمني شوي خبرة. اهلا وسهلا، تفضلي. لهون بتنتهي حلقتنا من برنامج ضيف خفيف، بس الخير لسه ما خلص ومكملين معكم بحلقات جديدة. لا تنسوا تتابعونا على صفحات ندم بمنصات التواصل الاجتماعي. لكل اللي حابب يدعمنا لنكمل طريق الخير، الرقم موجود على الصفحة. وإلى اللقاء.